بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هكمل معاكم الدورة اللي كنا بدأناها مع بعض، وانشغلت عنكم بالدروس. طبعا انشغلت عن الدورة دي بالدروس التانية، وان شاء الله النهارده هكملها معاكم، وفي حلقات ان شاء الله انتظروني. هنكمل مع بعض طول الأجازة مراجعات عن يعني تأسيسية بالنسبة للطلاب من روضة حتى المرحلة الأساسية. تعال نشوف مع بعض ازاي بنربط الإنجليزي مع العربي، وازاي هنعلم ولادنا القراءة ان شاء الله بكل سهولة. زي ما اتكلمت في الجزء الاول من الشرح اللغة الانجليزية، وازاي ربطنا الحروف مع بعضها باللغة العربية. برضو النهاردة هناخد نبذة هتساعدنا في قراءة هذه الحروف. كتير طلبوا مني وكانوا بيسألوني دايما ازاي الحروف المتحركة ازاي نقرأها باسمها الحقيقي او الاصلي، وازاي بنقراها بالاسم اللي هو الفويس بتاعها. تعال نشوف مع بعض. معانا الحروف المتحركة زي ما اتفقنا قبل كده، تمام؟ اللي هو ال A ال O ال E ال I ال U. امتى بيتنطقوا A و O و E و I و U بنفس اسمائهم، وامتى بيتنطقوا A O A اللي هو حرف ال E بننطقه A، وبعدين حرف ال I بيتنطق E، واليو بيتنطق زي حرف ال A اللي هو A، زي ما قلت لكم قبل كده، زي كلمة umbrella. تمام؟ طبعا اللي انا بقوله دلوقتي في نوعين من النطق للحروف المتحركة. في مرة بننطقه زي المد القصير في اللغة العربية، اللي هو زي ما انتم شايفين في الصورة الفتحة. بنقرا حرف اللي هو زي ما انتم شايفين الايه، ما بنقولش عليه ايه، بنقول شوفوا بقول وبسكت ما بطولش. وفي الكسرة، تمام، زي حرف الاي وزي حرف الاي بيتنطقوا زي ما قلت لكم. لما بيكون زي المد القصير حرف الاي ده بيتنطق اي، تمام؟ كأنه بالظبط يا ولاد ايه، كأنه بالظبط الكسرة في اللغة العربية. اما بالنسبة للضمة، زي ما قلت لكم قبل كده الاو احيانا اليو بتتحط في وضع بتتنطق زيها زي الاو. طيب ده بالنسبة للمد القصير. طيب هل الحروف ديت بتتمد مد طويل؟ ايوه يا ولاد بتتمد مد طويل. لو هي مد قصير زي ما قلت لكم هشرح لكم دلوقتي، المد الطويل بتاعها او الصوت الطويل بتاعها المرتبط زي اللغة العربية بيكون مد برضو زي الالف، اللي هو زي آ شايفين؟ هوريكم ازاي الكلمات اللي بتتحط فيها وبتتمد كأنها معاها مد بالايه، كأنها هي اصلا مد بالالف، تمام؟ وبتتنطق مد بالواو ومد بالياء، ده بيكون زي اللغة العربية مد بالواو اللي هو حرف الاو، تمام؟ زي ما بنيجي نقول جو، شوفوا انا بقي بيفضل مضموم كأنه مد بالواو، تمام؟ برضو معانا زي كلمة اهو مد بالياء، زي مثلا اللي هو حرف الاي بتنطق احيانا اللي هو اي زي ما قلت لكم. تعالوا نشوف مع بعض ازاي بتنطقوا احيانا كأنه مد قصير، وازاي بتنطقوا برضو كأنه مد طويل. قبل ما نبدأ في المد الطويل والقصير لازم تعرفوا الحروف الساكنة. طبعا يا ولاد اللي احنا شفناها من شوية دي كانت الحروف الايه المتحركة، وقلت لكم متحركة لما بتتحط في الكلمة بتغير ايه نطق الحروف. انا معايا هنا زي ما انتم شايفين في العمود الاول معايا الحروف الساكنة الاولى اللي هي الب والك والد والف. شايفين؟ طبعا دي صوت الحرف اللي انا بقوله دلوقتي، صوت الحرف وليس اسمه. لو هقول اسمه يبقى هقول بي وسي ودي اف، انما لو هقول صوته هقول ب ك د ف ج اللي هو حرف الاتش. طبعا انا دلوقتي بقول الصوت هقول لكم الصوت مع الحرف، تمام؟ اتش بننطقها صوتها جي بننطقها ج ج، كي بتتنطق ك، بالظبط زي حرف الايه السي اللي احنا بنقول عليه صوته اسمه ك. وبعدين ال بتنطق ل زي حرف اللام. الام بتنطق زي حرف بالظبط الميم باللغة العربية بنقول حرف الان بتنطق بس الفرق بينه وبين الام ان الام بتطلع من الفم اما الان بتطلع من الانف. شوفوا لاحظوا معايا تلاقي لساننا فوق والصوت بتاعها بيطلع من عند الايه الانف. حرف البي
تمام. شوفوا بي، لان حرف البي ده حرف تقيل، بننطق الحرف ما بين الشفايف، لازم يطلع معانا هوا واحنا بننطقه، ولكن صوته ب ب. تمام. حرف كيو بتنطق زي حرف الك. تمام. وحرف الار بتنطق ر زي حرف الايه الراء باللغة العربية. حرف الاس طبعا بتنطق صوته كده س س زي حرف السين س. حرف التي يعني بتنطق ت زي حرف التاء باللغة العربية. حرف الفي بتنطق ف. طبعا باللغة العربية بيبقى ساعات يا ولاد بيحطوا فوق الفاء 3 نقط، ال3 نقط دول بيتنطقوا زي مثلا كلمة نيفين باللغة العربية. نيفين الفاء بتبقى عليها 3 نقط بنسميها ف. هنا حرف الدبليو بتنطق او زي الواو و. عندنا الاكس بتنطق كس كس. حرف الواي بتنطق ي زي حرف الياء زي كلمة مثلا يلو. عندنا حرف الزد يا ولاد بتنطق زي صوت النحلة بالظبط. تعالوا نفهم، احنا شفنا دلوقتي الحروف المتحركة، وشفنا كمان مع بعض الحروف الساكنة وازاي بننطقها زي اللغة العربية بالظبط. تمام. طيب انا عطيتكم في الحلقات الاولى قبل كده الحروف المركبة، وطبعا في حروف مركبة صوتية تانية مقاطع ان شاء الله هكملها لكم في اجزاء اخرى. لكن تعالوا ازاي نعرف نفرق ما بين الحرف الساكن، ازاي انطقه في الكلمة بالصوت الحقيقي له، وازاي انطقه بالصوت التاني اللي زي ما قلنا عليه الصوت اللي هو يا ولاد المد الطويل والقصير. شوفوا يا ولاد، انا كاتبالكم العنوان اهو، الحروف المتحركة بالصوت القصير. شوفوا يا ولاد، في حروف اللي هي المتحركة زي ما قلت لكم الاو والاي واليو والاي والاي، دول يا ولاد تأتي في بداية الكلمة المكونة من حرفين. تمام. وساعتها يا ولاد بننطقها مد قصير. مد قصير ازاي؟ يعني ما بنطقهاش باسمها الحقيقي. تمام. بننطقها بصوت بسيط، يعني اقول إز. هل الحرف اللي في الأول ده يا ولاد حرف الإي؟ لا، بس هو بيتنطق لما بنيجي نحطه في أول الكلمة. تمام. بس تكون كلمة ايه يا ولاد مكونة من ايه؟ من حرفين. يعني ما تجيش يعني بعدين هوريكم دلوقتي ازاي بيبقى موجود مع الكلمات اللي فيها 3 حروف وبيتنطق اي زي ما هو. طيب انا عندي دلوقتي إز. اول حاجة هو معايا الحرف اتنطق إز. سميناه هنا ايه؟ صوت قصير. ليه؟ لانه متنطقش باسمه الحقيقي. تمام. طيب هنا آت آت. تمام. اتنطق برضو الايه نفس الشيء بشكل بسيط. اب اب. هل الحرف ده اسمه ولا اسمه يو؟ اسمه يو. ولكن هنا يا ولاد مع الكلمات اللي هي مكونة من حرفين فقط، تمام، خاصة إذا كان الحرف زي ما انتوا شايفين اللي التالي من بعد منه حرف ساكن، الاس والتي والبي والاف والان دي كلها حروف ساكنة. تمام. والحروف المتحركة جت فين قبل منها في بداية الكلمة. تمام. طيب ده المكونة من حرفين. عندنا اوف. اوف، شفت انا نطقت ازاي اوف؟ ما قلتش اوف، صح؟ يبقى ده ايه؟ مد قصير اللي احنا بنسميه في اللغة العربية اللي هو الضمة. لكن هنعرف دلوقتي ازاي بيكون معانا زي المد الطويل، وهوريهولكوا دلوقتي، بس خليكم معايا. تمام. برضو يا ولاد هنا معانا ان هنا حرف الاي اتنطق كأنه حرف اي. تمام. عشان كده احنا اطلقنا عليهم صوت القصير، يعني ما مديناش في الايه في الحرف، وفي نفس الوقت ما اتنطقش يا اولاد باسمه الحقيقي. طيب معانا هنا برضو الحروف المتحركة بالصوت القصير في وسط ايه؟ حرفين ساكنين. الام ده حرف ساكن، والان كمان حرف ايه يا ولاد؟ حرف ساكن. اذا اتى الحرف المتحرك في وسط الحرفين ساكنين ينطق بايه يا ولاد؟ بصوته وليس باسمه. اسمه اللي هو A B C اللي هو الحروف، يعني انا ما بتكلمش دلوقتي عن المتحركة، الحروف عموما اسمها الحقيقي بيكون مختلف عن صوتها. يعني انا دلوقتي عندي هنا حرف الاي بتنطق هنا الاي بتنطق زي ما مش بتنطق بتنطق ا. هنا الاي بتنطق اي.
هنا الأو ما بتنطقش أو، لا بتنطق أه. شوفوا كأنه بالظبط إيه زي اللغة العربية، مد قصير أو صوت صغير، صوت قصير، هو نفس المعنى يا ولاد. تمام. عندنا هنا كلمة إيه؟ مان. مان، أنا ما قلتش إيه؟ مان. لما مد قوي كده معنى كده إن في حاجة في آخر الكلمة خلتني أمد المد الطويل ده. ده بنسميه مد طويل في اللغة العربية، وبنسميه في اللغة الإنجليزية يا ولاد الصوت الإيه؟ الطويل. أما هنا اللي معانا ده إيه؟ صوت قصير أهو، العنوان فوق أهو، صوت قصير. مان، تن، ست. شوف هنا حرف الآي اتنطق إزاي؟ كأنه إيه؟ ست، جت، بس. كلمات مخطوفة وليست ممدودة. تمام؟ يبقى الحروف المتحركة إذا أتت في بداية الكلمة المكونة من حرفين تنطق بصوت الحرف وليس باسمه الحقيقي. تمام؟ اسمه الحقيقي لو أنا نطقت الحرف قلت إيه، أو، إي، مديت فيه، آي، ده أسمائهم الحقيقية. أما أسمائهم اللي هي الصوتية أ، إيه، إي، أو، أ. شايفين حرف اليو بتنطق كأنه أ. طب تعالوا نشوف ازاي الحروف المتحركة بتتنطق بأسمائها الحقيقية. شوفوا معايا العنوان، الحروف المتحركة ايه؟ بالصوت الطويل. احنا قبل كده في الصفحة اللي فاتت قلت لكم ايه؟ لو الحرف جه في اول الكلمة مكونة من حرفين، يعني جه قبل الحرف الساكن، تمام، بيتنطق كأنه مد ايه؟ مد قصير. اما هنا يا ولاد معانا هيتنطق كأنه مد ايه؟ طويل. كلمة مكونة من حرفين لكن ايه؟ لكن عكسهم، جاب لي هنا الحرف المتحرك بعد الحرف الساكن، وليس الحرف ايه، يعني الاول كان عامل لنا كده از، صح، كان الحرف المتحرك في الاول، صح يا ولاد. اما هنا حرف المتحرك في اخر الايه اهو، اخر الكلمة. عشان كده يا ولاد احنا نطقنا ايه؟ هننطقه مد ايه؟ مد طويل. طيب خليكم معايا، شوف بقى ازاي هنقرأ الكلمات اللي معانا المكونة من حرفين دي. جو، جو. شايفين؟ جو. انا مديت، ما ينفعش اقول جو، لا قلت ايه؟ جو، هي، بي. شايفين؟ طيب يا ولاد شوفوا معايا الجزء التاني اللي هو ازاي بنعمل مد طويل يا ولاد، او بيكون صوت الحرف فيه طويل. تمام. شوفوا زي ما انتوا شايفين معايا يا ولاد، في وسط الكلمة اذا وجد اخرها حرف الاي يسمى ماجيك اي. ماجيك اي يعني ايه؟ يعني الساحر يا ولاد. تمام. الاي لما بتيجي في اخر، شايفين اهو في اخر الكلمة معايا، مش هتتنطق يا ولاد. هو ساحر ليه؟ بيسحر الحروف اللي هي المتحركة اللي هم أصدقائه. يعني إيه بيسحرهم؟ يعني بيخليهم يتنطقوا بأسمائهم الحقيقية. تمام. بيكون هو عبارة عن حرف صامت. تمام. يبقى حرف الإي بيكون إيه يا ولاد في آخر الكلمة المكونة من أكثر من حرفين؟ بيكون يا ولاد صامت. عندي هنا في البداية ما كانش صامت، لأن هنا كان كلمة مكونة من حرفين فقط، وهو كان الحرف الإيه اللي ورا الحرف الساكن. تمام. طيب معانا هنا حرف الإي في آخر الكلمة. تعالوا نشوف إزاي الحروف اللي هي المتحركة أصدقائه إزاي هتتنطق بأسمائها الحقيقية. أول كلمة معانا هننطقها إيت. شوف أنا نطقت إزاي؟ قلت إيه، ما قلتش صح؟ إحنا في الحروف اللي كانت مدها قصير أو صوتها قصير كنا بننطقه إنما هنا يا ولاد لازم أنطقه باسمه الحقيقي، لأن هنا ماجيك إي في آخر الكلمة بيخليه يا ولاد يتنطق باسمه الحقيقي، وهنا الإي لا تنطق. باللغة الإنجليزية بنقول عليها إيه؟ silent. تمام. طيب معانا هنا برضو فاين، فاي. شوفوا نطقت حرف الاي باسمه الحقيقي. وطبعا الفضل هنا الحرف الاي اللي هو ماجيك اي اللي في اخر الكلمة. لكن هو يعني شوفوا يا اولاد ما بتنطقش معانا في اخر الكلمة ابدا اذا كانت الكلمة زي ما قلت لكم اكثر من حرفين. هنا معانا ايس. شايفين حرف الاي اتنطق ايس، اي، ايس، ايس. شايفين الاول كنت بقول لكم از، في المقطع القصير يا ولاد كنا بنقول ايه، او في الصوت القصير كنا بنقول الاي هنا مش هتنطق بحرفها ايه
اللي هو الحقيقي، لأن هي كلمة مكونة من حرفين ولكن الحرف التابع لها حرف إيه؟ ساكن. إنما هنا كنا بننطقهم بأسمائهم الحقيقية علشان هي الحرف الأخير في الكلمة المكونة من حرفين. طيب هنا الجزء التالت اللي معانا بننطقهم ليه بأسمائهم الحقيقية؟ علشان معاهم صديقهم ماجيك إي اللي هو موجود في آخر الكلمة، بيضحي بصوته في مقابل إيه يا ولاد؟ في مقابل أصدقائه ننطقهم بصوتهم الحقيقي. تمام؟ طيب هجيب لون تاني برضو ونكمل مع بعض. يبقى أنا هحط نقطة كده اهو تحت حرف الإي، وأعرف إن أنا إيه يا ولاد؟ مش هنطقه. هنكمل مع بعض القراءة. احنا قلنا إيه؟ ate أكل. تمام؟ fine ice lie lie lie. شايفين حرف الاي اتنطق، ما قلتش ليه، انا قلت لاي. ليه؟ عشان في اخر الكلمة ماجيك اي اللي هو حرف الاي اللي هو بيكتب يا ولاد ولا ينطق في اخر الكلمة المكونة من ايه؟ من اكثر من حرفين. هنا تيوب، حرف اليو اتنطق باسمه الحقيقي. شوفوا تيوب تيوب. طب لو انا جيت خدت كلمة تيوب دي وعملت كده وحذفت حرف الاي، ازاي هنطق الكلمة دي يا ولاد؟ هتتنطق تاب. هنا حرف الاي هيتنطق يا ولاد، حرف اليو هيتنطق كأنه حرف ايه؟ كأنه حرف الاي وليس يو. انما لو ضفنا لها الاي في اخر الكلمة تبقى ايه؟ تيوب تيوب تيوب. شايفين؟ برضو يا ولاد هنا اهو كلمة فاين لو حذفنا حرف الاي تتنطق فين. شوفوا هيتنطق حرف الاي يتحول إلى الصوت وليس الاسم الحقيقي له، سيكون حرف كأنه إي. يبقى أنا اللي خلاه ننطقه كأنه آي عشان في ماجيك إي في آخر الكلمة، عشان كده نطقنا إيه يا ولاد؟ فاين. تمام؟ يبقى أنا يا ولاد هرجع معاكم أهو. ديت الحروف المتحركة إزاي بننطقها بالصوت القصير. القصير يعني بنطقها بصوتها وليس باسمها الحقيقي. إز. تمام؟ آت up off in. تمام؟ طيب هنا مكتوب ايه؟ at a. طب هناك لما احنا ضفنا اهو عملنا at دي وحطينا لها اي اصبحت ايه؟ ايت. نطقنا حرف الاي عشان في اخر الكلمة كان ماجيك ايه؟ ماجيك اي. تمام؟ طيب يبقى ده يا ولاد الحروف المتحركة ازاي بننطقها. تعلموا معايا خطوة بخطوة ازاي بننطق الحروف المتحركة مع مثلا نعرف ازاي اذا كانت بتتنطق بصوتها وازاي بتتنطق باسمها. وان شاء الله يا ولاد استنوني ان شاء الله في حلقات جديدة ان شاء الله. ما تنسوش ان شاء الله يا ولاد تتابعوا في الاجازة الدراسة برضو، سواء اذا كان ان شاء الله من حفظ قرآن للجزء الثاني من التربية الاسلامية. شجعوا نفسكم كده واحفظوا عشان لما تدخلوا على الدراسة تكونوا مرتاحين. وكمان مراجعة في اساسيات اللغة سواء اللغة العربية اللغة الانجليزية. وان شاء الله اشوفكم على خير في حلقات جديدة. وما تنسوش لو عجبتكم الفيديو طبعا اعملوا لايك وطبعا شير عشان اصدقائكم يستفادوا منها، واشتركوا في القناة لأول مرة بيشوفونا وبيسمعونا. واشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.